الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والله العظيم أنا اشتقت إليكم حد السماء، وحشتوني جدا جدا. أنا عارفة إن أنا غايبة عنكم بقالي فترة كبيرة جدا، ما يقرب من 7 شهور غياب. عجالة سريعة بس كده، يعني في أقل من دقيقة بإذن الله. خليني أقول لكم إن الحمد لله رب العالمين غيابي ما كانش لأي بأس ولا أي ضر. أنا الحمد لله كنت في أحسن حال، وعائلتي الحمد لله رب العالمين كانت في أحسن حال. بل بالعكس، حصل حاجات كتير جميلة الفترة اللي فاتت، يعني فمنها إن تسنيم أختي الحمد لله رب العالمين ربنا من عليها وتزوجت بفضل الله سبحانه وتعالى، فكانت من ضمن الحاجات الجميلة اللي أسعدتنا الفترة اللي فاتت فترة غيابي. كان طبعا يعني عقد القران والزواج، يعني مش غايبة لأي حاجة غير إن أنا فعلا كان عندي حاجات كتير كده، ارتباطات كتير في الحياة، فما كنتش عارفة إن أنا أصور لكم يعني. فأنا رجعت لكم تاني بإذن الله، ومع بعض بأمر الله نرجع لفيديوهاتنا الجميلة التحفيزية اللي فيها نشاط وحيوية، ونعين بعض على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونعين بعض على ذكر الله سبحانه وتعالى. حابة أشكر كل الناس اللي كانت بتسأل عليا فترة غيابي دائما دون انقطاع، يعني جزاكم الله خيرا، وما تحرمش منكم ابدا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي، لان انتوا فعلا اكتشفت ان انتوا نعمه جميله في حياتي. التواصل ما بيننا يفرق كتير جدا جدا معايا يعني. هندخل على موضوع حلقه النهارده، ونرجع للفيديوهات الجميله بتاعتنا. وخير ما ابدا به فيديوهاتي بعد العوده هو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبحر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بتكون سبب في كل الخير والبركات والسعادة وتفريج الكرب وكل حاجة احنا بنتمناها. ليه؟ كل من جرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليها إن هي معجزة. نبتدي نتكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنقول إنها سبب السعادة والفرج وراحة البال، وسبب كل خير ممكن تلاقيه في حياتك. انا مستغربه لحد دلوقتي ان في حد ممكن تكون حياته مليانه مشاكل، او عنده هم، او عنده كرب، او نفسه في اي حاجه في الدنيا، وما بيصليش على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه على النبي سبب من اسباب الله سبحانه وتعالى في الارض لتفريج الكرب. والله العظيم لو عندك هم وغم، وعندك امر انت مستصعبه وشايف ان ملوش حل، الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بحول الله قادره ان هي تفرج عنك الهم. لو نفسك في حاجه هتجيلك لحد عندك. لو تعبان صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو نفسك في زوج صالح صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو نفسك في رزق واسع صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم من أعظم أسباب الفرج الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي سحر معجزة في استجابة الدعوات، سحر في تحقيق الأمنيات والمعجزات. سبحان الله العظيم. من فترة حوالي 3 أو 4 شهور كان عندي هم. مشكلة أنا ببقى نفسي أحكي لكم عن القصة باستفاضة، بس أنا ما ينفعش إن أنا أحكي، يعني لأن في حاجة بتبقى خاصة شوية، يعني ما ينفعش إن أنا أحكي. بس الفكرة العامة إني من 4 شهور تقريبا يعني كان عندي معاملة حكومية ولازم إن هي تخلص، والمعاملة دي كان منقسمة لطرفين لازم إن هما يخلصوا الموضوع ده. والله العظيم أنا كنت شايلة هم ما يعلم به إلا رب العالمين، وشايلة هم التاريخ واليوم ده أنا هعمل فيه إيه؟ أنا مش عارفة أتصرف إزاي. أنا يعني الموقف أنا لوحدي معرفش أعمله. فمسكت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بالعادي ماشي ماسكاها، بس أنا كانت نيتي إن أنا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يفرج عني الهم ده ويقضي لي حاجتي. فضلت ماسكة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا نهارا، طول ما أنا قاعدة لساني لا يفتر من ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم إن المصلحة قضيت، يعني كل حاجة أنا عايزاها اتعملت واتحلت، بل وربنا سبحانه وتعالى سخر لي الطيبين من عباده. بقيت كل خطوة أنا ماشية عشان أخلص المصلحة دي ألاقي فلان الفلاني بيساعدني، وألاقي فلان وناس من غير ما، والله ألاقي ناس مثلا أنت كذا كذا، ألاقي مثلا واحدة وليكن واقفة بتتكلم معايا، وبعدين ألاقيها مبتسمة في وشي، وبعدين تقول لي مثلا اعملي كذا، والخطوة التانية كذا، والخطوة التالتة كذا، وألاقي التسخير طول ما أنا ماشية. الاقي التسخير، الاقي الناس الطيبين، لدرجه يعني مش عارفه اقول لكم، لدرجه حاجه ما ينفعش حد يعملها مع حد واتعملت معايا. مين اللي عمل كده؟ رب العالمين. ازاي؟ ببركه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الثاني من المصلحه اللي انا عايزه اخلصها، يعني كان والدي هو اللي هيخلصها. فكنت شايله الهم قوي، يقول يا ربي هعمل ايه، مفيش وقت على مثلا الحاجه
بابا ربنا يبارك في عمره بيتصل عليا بيقول لي أيوة يا أسماء، والله الحاجة الفلانية 1 2 3 خلصت خلاص والأمر انتهى وتمام التمام. يا الله، أنا سجدت لله شكر، قلت يا بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة بتحصل في حياتي أصلا أقول يا بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوم ضاحكة كده وأحس بانشراح صدر. يعني من ضمن كمان بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنك بتحس بانشراح في صدرك، يعني عندك غلو هم كده يعني يثقل قلبك. أول ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بتحس إن قلبك ارتاح وهدي، وإن الهم اللي عبارة عن جبل كبير بيتحول ويبقى لا يذكر. يعني مش هقول جبل صغير، لا لا يذكر. من ضمن كمان الحاجات اللي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعملها، إن الحاجة اللي بتخطر على بالك خطرت على بالك وأنت ما تلفظتش بيها مثلا أو ما اتكلمتش فيها، بتلاقيها حصلت. سبحان الله العظيم. نفسك في حاجة معينة أنت ما اتكلمتش، بتلاقي الحاجة دي حد داخل عليك بيها، حد جايبها لك. أنا في مرة كنت وعايزة آكل مكرونة بالبشاميل، حكوش استنى بس. قلت لتسنيم أختي، يا تسنيم كانت هي في التسنيم كانت في المطبخ، فأنا جيت عليها قلت لها يا تسنيم أنا نفسي آكل مكرونة بالبشاميل. قالت لي والله أنا طلعت خلاص مقادير الأكلة الفلانية وهي ابتديت فيها خلاص يعني، فخليها لبكرة أو مرة تانية. فقلت خلاص مش مشكلة، مع إني كان نفسي فيها جدا. هي هفت عليا بقى، هي طالبة مكرونة بشاميل. بعد والله لا إله إلا الله، بعد دقائق معدودة لقيت بنت واحدة قريبتي ربنا يبارك فيها يا رب، لقيتها بتخبط الجرس وجاية داخلة عليا بإيه تخيلوا إيه؟ أكيد أنت عارف، بطبق مكرونة بشاميل. والله العظيم. فقعدت اضحك اقول يا ربي، حتى اللي نفسي فيه ومش عارفه اعمله. ما انا ممكن اقوم اعملها ماشي، بس هكسل بقى وفي اكل تاني، فحرام يعني انا اقوم اعمل حاجه وفي حاجه موجوده ملوش لازمه، خلاص نخليها وقت تاني. قلت لها هي جايه عشان هي المكرونه دي جايه عشان انا يعني مش هكتر من ضمن الطرف. يعني بقول لك شوف اهون حاجه، ما بالك بقى الكبير. مره مثلا كان نفسي طلبت معايا مش عارفه كانت الساعه 1 بالليل، برضه هي بتطلب معايا ساعات كده بس فالساعة 1 بالليل نفسي جابتني إن أنا عايزة آكل لب. بعت مسج لأخويا أحمد قلت له أحمد لو صاحي أنا عايزة آكل لب. وطبعا يعني كان إيه، يعني مش عارفة يكون صاحي ولا مش صاحي لأن الوقت متأخر، مش عارفة المكان اللي إحنا بنجيب منه اللب اللي إحنا بنحبه ده فاتح ولا لأ. فبعدين لقيته ردد عليا في مسج أنا نايم يا أسماء، قلت له خلاص مفيش مش مشكلة خليها مرة تانية. نص ساعة ولقيت أحمد داخل عليا بكيس فيه جميع أنواع اللب والله العظيم. فبيقول لي سبحان الله العظيم، بيقول لي انا نايم ومتعمق في النوم، وبعدين انا عيني لقيتها فتحت فجاه ببص لقيت رساله منك. والله العظيم. بيقول لي انا نايم مش حاسس باي حاجه، انا عيني يا دوب فتحت زي هاتف كده جه صحاني، وابص على التليفون لقيت رساله منك. فدخل عليا بيقول لي يا نهار ابيض ايه ده؟ يقول لي حكى لي بقى على قصه انه فتح عينه فجاه كده. فقلت له ضحكت كده ضحك جامد، قلت له دي بركه الصلاه على النبي. فقام ضاحك. إضافة إن في نقطة نسيت أقولها لكم، إن هو بيقول لي الراجل صاحب المحل كان لسه حالا قبل ما أحمد يروح له ب5 دقايق كان لسه هيقفل، بس جه راجل تاني وقف معاه كده قعد يتكلم معاه شوية فبيقول له أنا لسه حالا كنت هقفل. بقى وقصص كتير كتير كتير، يعني انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو، كل مره كده هنقعد نحكي بعض القصص. يعني سريعا كده، فاكر معايا ان اختي تسنيم ربنا من عليها بالعمره رمضان الماضي، فرمضان قبل الماضي، رمضان قبل الماضي. فهي كانت بتخلص الجواز بتاعها او الباسبور بتاعها من طنطا في المكان اللي هي بتركب منه المواصلات عشان يوصلها للمكان اللي هي عايزاه جنب جامعه طنطا. في الوقت الظهر ده بيبقى الطلبه بيبقوا طالعين من الجامعه يعني، فبيعملوا زحمه كبيره جدا جدا ما حدش بيعرف يركب يعني. هي وقفت وهعمل ايه يا رب في الزحمه اللي انا فيها دي وحواليا من كل اتجاه، طب انا هعمل ايه؟ قالت انا مش هعمل حاجه غير هقف اصلي على النبي شويه كده ومسبحه في ايدي وربنا هيحلها من عنده. وقفت ما كملتش 3 4 دقايق تصلي على النبي، بصت لقت العربيه جايه لحد مكانها وهي واقفه، سابت كل الدنيا والمكان اللي هي واقفه فيه جت ووقفت قدامها، والباب اتفتح قدامها وهي اول واحده ركبت العربيه. اعمل لك ورد، ما تقولش مثلا اعمل 1000 زي فلاني او 10 زي فلاني، كل واحد وقدرته، كل واحد ووقته، كل واحد وظروف حياته. ظروف حياتي غير ظروف حياتي غير ظروف حياتي غير ظروف حياته، كل واحد عنده ظروف حياته، كل واحد عنده وقت وهو متقسم في يومه. فانت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ظروفك الحياتيه، في طريقه لعملك، في الشغل، في المطبخ، كل مكان، كل مكان لسانك يكون في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهي بالمناسبة فيها ذكر لله، من شغله ذكري عن مسألتي
أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. أنت صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكر الله تعالى وفيه امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم سورة الأحزاب الآية 56: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية فيها أمر مباشر إن رب العالمين جل في علاه بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ملائكته الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال صلوا عليه وصلوا فعل أمر وسلموا تسليما. الآية دي لما نزلت المهاجرين، بعض المهاجرين والأنصار راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله هذه الآية لك خاصة، يعني احنا لينا ايه؟ طيب يعني الايه دي نازله فيك، احنا لينا ايه بقى؟ يعني ايه بقى؟ عايزين حاجه حلوه كده لينا، عارفين انتوا عايزين حاجه حلوه لينا بقى تشجعنا وتحفزنا وتفرحنا، مع ان الايه دي لما نزلت وامرنا ربنا هي حلوه لينا، بس هم عايزين زياده الخير يعني. فرب العالمين نزل آية هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هنا أمة بيحبها رب العالمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثناؤه ومدحه في الملأ الأعلى وسط الملائكة. يعني رب العالمين بيذكره ذكرا جميلا، بيرفع ذكره ويمدحه ويذكر فضله. صلاة الملائكة وصلاة الناس هي الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة والمغفرة. فنحن بنسأل رب العالمين إنه يزيد رفعة ويزيد فضل ويزيد سبحانه وتعالى ثناء عليه في الملأ الأعلى، وده علامة من علامات حبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. لما احنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي هيحصل لنا احنا كبشر بقى؟ وليه بنقول ان هي بتعمل المعجزات والفرحه والفرج والكلام ده؟ صفات رب العالمين علينا احنا، يعني رحمات وبركات بتنزل علينا. تخيل رب العالمين يرحمك رحمه واحده، انت حياتك هيحصل فيها ايه؟ مفيش شقاء، يعني مفيش تعب، يعني مفيش عذاب، يعني مفيش خوف، يعني مفيش الم. هذه رحمات الله سبحانه وتعالى. والرحمه ضد اللعن. اللعن هو انك تطرد من رحمه الله عز وجل، لا يستجاب لك دعاء ولا ترحم عند المصائب ولا يتسمع لك أنين ولا دعاء ولا صراخ ولا أي شيء، تفضل في آلام وعذاب خالدا مخلدا والعياذ بالله. أعاذنا الله يا رب من اللعن والطرد من رحمته. العكس بتاع اللعن والطرد هو الرحمة. الرحمة اللي هو أحن عليك لما تقول لي يا رب أسمعك، لما تكون في ألم وتنادي عليا أسمعك، أقول لك لبيك عبدي، صح؟ دي رحمتي. لما هتقع في مصيبة أنا هلحقك عشان أنا رحمتك بصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم. لما يكون نفسك في حاجة أنت بتتمناها وعذابك في بعدك عن الحاجة دي، رب العالمين سبحانه وتعالى يعطيك الحاجة اللي أنت بتتمناها ويكتب لك فيها الخير ببركة رحماته اللي نزلت عليك. فأنت المستفيد من كل اتجاه، مستفيد من حب النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عن ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 ادركته شفاعتي يوم القيامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني منزله اكثركم علي صلاه، فانت نايل البركات والخير والسعاده في الدنيا وفي الاخره. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كمان قال من صلى علي صلاه واحده صلى الله بها عليه 10. الصلاة الواحدة رب العالمين هيصلي عليك 10 صلوات، يعني 10 رحمات و10 بركات. يعني رب العالمين هيزيد مدحه عليك وثناءه عليك في الملأ الأعلى، يعني صوتك هيبقى مسموع. يعني تعالوا بقى نقرب أكتر، نقول ليه هي بتكون سبب في استجابة دعواتنا وتفريج الكرب بتاعتنا؟ إن صوتك مسموع فوق، صوتك معروف عند الملائكة. سيدنا يونس لما كان في بطن الحوت رب العالمين قال في كتابه الكريم فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. عمل له التسبيح وكثرة ذكر لله سبحانه وتعالى إن خلى صوته لما وقع في أزمة جوه 3 ظلمات، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعترف بالتقصير لله رب العالمين وكان مكثر من التسبيح، لأن فيها تسبيح وفيها ذكر عظيم لله عز وجل. فلأنه دائم التسبيح وذكر الله كان صوته مسموع، فالملائكة قالت رب العالمين وهو يعلم إن في صوت عبد في مكان احنا سامعينه بس مش عارفين المكان ده إيه. ففي الأخير إن هو
هو يونس في بطن الحوت فاللي أنقذه هو ذكر الله عز وجل والتسبيح وصلاتك على النبي وذكر الله سبحانه وتعالى بيجعل صوتك مسموع فوق. فأنت لما تصلي على النبي وتبقى معروف بقى عند رب العالمين بإن أنت امتثلت للأمر بتاعه لما قال لك صلوا عليه وسلموا تسليما، أنت بتذكر نبيك صلى الله عليه وسلم، لما الرحمات والبركات بتنزل عليك يعني رب العالمين هيسمع صوتك، لما تقول له يا رب هيسمع صوتك، الرحمة نازلة عليك. كثير الذكر وكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تقع في ضيقة أو حزن وكرب رب العالمين وملائكته بيسمعوك، يعني الملائكة بتدعي لك ورب العالمين بيقول لك لبيك عبدي، بتقول يا رب أنا تعبان لبيك عبدي، أنت ممتثل لأمري، أنت خاضع لله عز وجل. إزاي يعني أنت تكون بتنفذ أوامر الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى يتخلى عنك؟ هي دي النقطة، في إن أنت لما تكون خاضع لله عز وجل يعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ودي فيها مجاهدة عظيمة للنفس. ما تقولش أنا مقصر في كذا وكذا، جاهد جاهد، امسك حبل وشد فيه كده هو اللي هيجيب لك الباقي. ما تقولش أنا مقصر فتقوم سايب الدنيا كلها، لا، خليك مستمر مع رب العالمين وخليك في طاعته، وافتح لك باب هو اللي يفتح لك كل الأبواب الموصلة لرب العالمين. فكن دائما ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وخاصة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينزل عليك الكثير من الرحمات والبركات، وهي دي الأسرار أو السبب في استجابة دعواتك. وإن رب العالمين بيحب النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل كرامة حبه صلى الله عليه وسلم إنه يستجيب لك دعواتك ويحقق لك أمنيتك، زي ما قلت لكم الحاجة اللي أنت نفسك فيها، الحاجة اللي بتحلم بيها وتفكر فيها من غير ما تتكلم. والله العظيم ساحر، والله ساحر، ومحدش يقول لي سحر مش سحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، يعني عادي، سحر يعني تبديل الحاجة. السحر والمقصود به ليس المعنى اللي هو السيء بإنه والعياذ بالله المعنى المتعارف عليه، ولكن السحر بصفة عامة هو تبديل الأحوال، فهي فعلا سحر في تبديل الأحوال، وهي السبب. عارفين انتوا رب العالمين بيديها لنا زي مفتاح، بيقول لك يا عبدي انا اديتك المفتاح ده، يلا بقى احسن التصرف معاه واحسن التعامل معاه، وده هيفتح لك كل الابواب المغلقه. يعني وريني بقى انت وشطارتك بقى يا عبدي، اديتك سبب في الدنيا، هو رب العالمين هو مسبب الاسباب. احنا ما نقولش السبب هو اللي بيعمل، لا، سبب بيعمل باذن الله. زي سيدنا عيسى عليه الصلاه والسلام يحيي الموتى، يجي حد يقول لك ازاي يحيي الموتى، يعني بيشارك رب العالمين في الخلق، والعياذ بالله. نيجي نقول له ايه؟ نقول له انه يحيي الموتى، وبعدين نقول باذن الله، باذن الله. فهي مفتاح والله والله مفتاح. عارف انت يكون عندك بوابات كتير جدا جدا في كل اتجاه، وعايز تدخل من الباب ده، الباب ده فيه السعادة، والباب ده فيه فلوس، والباب ده فيه بركة، والباب ده فيه ذرية، والباب ده فيه الزواج، والباب ده فيه الرزق، والباب ده فيه الستر، والباب ده فيه الصحة. عايز تفتح الأبواب دي كلها، امسك مفتاح خلينا نقول يعني مفتاح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وامشي افتح بها كل باب مغلق هيفتح بأمر الله سبحانه وتعالى يقينا. يعني القصص ما أكثرها، ده أنا إن شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة بأمر الله أنا هحكي لكم على قصص ناس كاتبينها لي، يعني قصص جميلة جدا جدا، والقصص دي احنا عشناها، وياما اتكلمت معاكم في القناة عن قصص كتير عشتها مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمعجزتها عظيمة. يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فهل أجعل لك، يعني الصلاة عليه يعني الدعاء، وليست الصلاة المقصودة من الحركات والركوع والسجود والتكبير والكلام، لا، الصلاة هنا الدعاء كلنا عارفين. فأكثر الصلاة يعني أجعل لك من صلاتي، أنا مكثر الصلاة عليك، يعني دعاء لك في دعائي، يعني بدأ من أمر الدنيا والآخرة. هل أجعل لك من صلاتي الربع؟ قال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له أجعل لك نصف، يعني أزود شوية أجعل لك نصف يا رسول الله. قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك، يعني بيحفزه أكتر. قال له أجعل لك ثلثين، قال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك، لسه عندك كتير. قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل صلاتي هتكون دعاء ليك، أنا مش هجعل نفسي، صلاتي ليك دعاء. وهو ذكي بقى، لما أنا أجعل لك صلاتي كلها، ده أنا اللي هنقول الخير والبركة، ده أنا ذكر الله والصلاة وامتثال أمره والصلاة على رسول الله شغلتني عن مسألة الله عز وجل. وزي ما قلنا من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أضعاف ما أعطي السائلين. فانت انشغلت بامثال امر الله كل ده، ده انت ذكي بقى. ده ما نقولش ان احنا نسيب دعاء لانفسنا، ولكن يعني بنقول ان اثار ذكر الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم على انفسنا هيكتب لنا الخير يعني.
النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. والهم كل ما يشغل فكر الإنسان بكدر وتعب من أمر الدنيا والآخرة. خلاص. الذي لا ينطق عن الهوى الصادق الأمين أن تكفى همك. إن كنا مؤمنين بالله، لأن من شروط الإيمان تصديق كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. الصادق الأمين قال تكفى همك، خلاص أنا مصدقه. من شروط الإيمان إن أنا أصدق كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. تكفى همك يعني هيكفى همك. ما يجيش حد بقى يتكلم يقول أنا بصلي على النبي ما بيصليش حاجة. اصبر اصبر أكثر. إملى معاك إزازة كده، املاها، أول ما تتملي هتطلع كل حاجة بقى. فاهمين؟ اصبر، ما تجربش، اعمل كده وصدق صدق. هي المشكلة هنا في التصديق وفي اليقين. صدق ويكون عندك يقين. ويغفر ذنبك. الذنب بيمنع الرزق، بيمنع الخير، بيمنع الفرج، بيمنع الخير. لأن رسولنا الكريم اللي احنا مصدقينه صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. فيغفر ذنبك. أما ذنبك هيغفر، فالخير هيجيلك، لأن ذنبك ده عامل حاجب، أو يعني عامل حجاب بينك وبين الخير بتاعك. أنت خيرك ورا السور ده. الخير بتاعك والسعادة بتاعتك وكل حاجة أنت بتتمناها في الدنيا ورا السور ده. أول ما تستغفر هيبدأ الاستغفار يعمل إيه؟ يزيل بقى، يبدأ يتلاشى السور ده، فيبدأ يتفتح لك الباب المغلق اللي مانع عنك كل الخير والبركة. كلنا عندنا أخطاء وكلنا عندنا ذنوب، يعني مش عصيان لله عز وجل قد ما غلبت هوى النفس. ولكن الإنسان ما يسيبش نفسه لشيطانه والهواء، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على شيطانه وعلى هواه بكثرة الذكر والطاعات يعني يكون أواب لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب الأوابين كثير الرجوع ليه. وكل ما نخطئ نرجع لله عز وجل ونقول له: حقك علينا يا رب، سامحنا يا رب، اغفر لنا يا رب، احنا أخطأنا في حقك يا رب. فروا لله، فروا لله. طريق الله سبحانه وتعالى هو طريق السعادة. والله العظيم الواحد تقلب كده في المعاصي، في هوى النفس، بس لما ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالفهم ومن عليه بالإدراك، عرفنا أن طاعة الله عز وجل هي السبيل لكل خير في الدنيا والآخرة، وهي الخلاص، وهي النجاة. وأكتفي بهذا القدر من القلادة التي تحيط العنق. فدائما ما أقول: إصبع تشير خير من باع يعجز عن الحاضر. أحبكم جدا جدا في الله يا طيبين، وإن شاء الله استنوني في الفيديوهات الجاية على خير، وأشوفكم على خير وفي رعاية الله.